العسكرية على عين عيسى ومنبج وتل رفعت وتل تمر والشهباء بالقذاء بشكل يومي قد أتت بعد مجزرة العائلة الكردية في باكورية كردستان. اليوم مجزرة جديدة في قرية الصفاوية التابعة لعين عيسى راحت ضحيتها 4 أفراد استشهدوا من عائلة زيد خلف عيسى، وهم زيد و3 أطفال، وجرحى آخرين بسبب القصف على بلدة مؤهلة بالمدنيين وبهدف ضرب الاستقرار والأمان في المنطقة وزعزعة الاستقرار وإجبار الشعب على التهجير من المنطقة بتوسيع مناطق الاحتلال لتغيير الديموغرافي والتوسيع خارج حدودها وإعادة ما يسمى بالميثاق الملي. لذا نحن كمجلس ناحية التروسفية نستذكر شهداء عائلة زيد عيسى وجميع شهداء الحرية، وندين ونستنكر الهجمات على المناطق التي حررت من الإرهاب بدماء الشهداء وقصف مناطق مؤهلة بالمدنيين العزل، ونطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي ودولة روسيا الاتحادية بالتدخل لحد من هذه الممارسات الإجرامية بحق شعبنا من قبل الدولة التركية. عاشت مقاومة عين عيسى، عاشت مقاومة قسدة، شهيد نامر، شهيد نامر، شهيد نامر. شهيد نامر، شهيد نامر.